قناة المهدي يغزو للتصاميم الدعوية. فإذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده إلى مثل هذا الخير فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة. من مثل هذه الآيات قول ربنا جل في علاه مبينا علمه بأحوال العباد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من علم الله جل وعلا بعبده لا أنه يعلم حاله وظاهره، إنما يعلم ما توسوس به نفسه، عليم بذلك جل في علاه، وعظمت قدرته تبارك وتعالى. ما يكون من العبد بعد هذا العلم وهذه المعرفة إذا أيقن أن ربه تبارك وتعالى عالم بحاله بهذه الصورة، أينفعه أن يختفي عند معصيته؟ أينفعه أن يتوارى عن الناس عند إرادة مخالفة أمره جل وعلا؟ إن غاب عن البشر وهم لا ينفعونه ولا يضرونه إلا بإذن الله، فما يفعل بعلم الله تبارك وتعالى به الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم سرك وما تخفيه. يا أيها العبد المقصر المذنب، إذا علمت هذا عن الله جل وعلا وأيقنت بهذه الصفة من صفاته تبارك وتعالى، لا يستقيم حالك ولا يصلح أمرك إلا أن تستقيم على مرضاة ربك جل في علاه. يعلم عنك ما تخفيه وما تبديه، ما عليك إلا أن تكون محققا لرضاه.